بيه بص يا بيه، مفيش لو ما جيتش، ولو ما جيت عشان انت بتكلم حد، مش سيبك من التواصل الاجتماعي، حد في مكانه زيكوا كده حامي خلاطه مفيش كويس، موضوع. واحنا فسيبك خلاص من محامي دي ركنها على جنب. يا استاذي احنا عشان ده احنا انا جايبه كده كده، ده جاي كده كده بضبط واحضار، القصه كلها ان كانت هتلبس في الراجل ده. يا استاذ اسمعني يا استاذي، احنا النهارده عشان يجي لنا استاذ محمود ليه حق عند واحد من عندنا من المنطقه، واحنا نطلعوا نجيبوه من بيته من على قلب سريره عشان يرضوا استاذ محمود. تمام؟ عشان انت عارف ان استاذ محمود محترم، لو انت تعلم ان اللي جاي لك مش مظبوط مش هتعمل كده. وانت شخصيه محترمه. ربنا تمام؟ يخليك على دماغي. مقدر ان انت تجي لنا امتى؟ شرفنا في اسكندريه. انا هبعت لمحمود ان شاء الله بكره اشوف المكتب واشوف مواعيد الجلسات، ولكن هبعت له النهارده وهو بيقول انا المحامي، مش ان هو مش محامي واحنا اللي خليناه محامي. خلينا بقى على كلامك بقى يا استاذ اهو، خلينا على هو كلامك. بيقول لي عايز هتبعت حاجات النهارده، بقول له هبعتها لك، بص مش يا عايزها استاذ وانا قدام الحقيقه عشان المشاهدين اديها له. بتاعك يا أستاذ. بص يا استاذ قدام المشاهدين بتاعك. تمام؟ هم هيستنوا لحضرتك فيديو. تمام؟ لايف من اسكندريه وانت قاعد معانا. لو ما نزلتوهوش يبقى كريم ولا نصاب ولا مزور لا كريم ولا اي نصاب، حاجه بص يا حد باشا يحط علينا. اسمعني يا بيه اسمعني، سامعك يا كريم بيه. نصاب دي حاجه مفروغ منها والقواضي بتاعته عندي. ان هو انا اجي نصاب. بمزاجي وما اجيش بمزاجي، انا حضرتك ما تشرطش عليا. كريم اللي جاب لنا اللي يثبت ان هو مش نصاب. كريم ده ما طلعش النهارده معانا بوشه. تليفونه معانا، اسمعني يا استاذ، وتليفونه معانا وورقه معانا. تمام؟ انت اللي تثبت من جايتك عندنا في اسكندريه ان هو نصاب ولا مش نصاب. يعني انت هو معاه الكارنيه بتاع مين؟ بتاع محمود ولا بتاعه؟ عشان انت نبقى عارفين. هتثبت ولا هو هيثبت؟ النيابه اللي تثبت. تمام؟ بس كده. قدام خلص الكلام. مشاهدينك كلهم هم هيستنوا من تمام؟ حضرتك فيديو تاني بس كده. وانت في اسكندريه. انا هستنى من حضرتك بكره تليفون بص يا ونتقابل. باشا، بص يا باشا، انا اجي بمزاجي، انما اللي بيثبت براءته حضرتك لان هو مستعمل كارنيه، هو مش مستعمل كارنيه. بعد اذنك يا استاذ محمود، بعد اذنك يا استاذنا، بعد اذنك يا استاذ انا اكرم. كده كده جايبه يا باشا. لا انت جاي المره دي مش بمزاجك، لان انت جاي في مشكله. المفروض ان انت على حق وبتتهم واحد، لا يا واحنا باشا، اللي بنتهمك ده. افهمني بس بص يا يا استاذ. باشا، انت انا ما تجيش باجيش تتكلم. لحد. بص يا باشا، ما تجيش انا تقول ما بروحش نصاب. لحد. افهمني. ما تجيش تقول نصاب، ما تجيش تقول حرام، ما تجيش تقول الكلام ده كله واحنا نعمل كده. وانت الاساس الحوار اللي تروح تلاقي الاستاذ محمود بتكلمه وبتروح له وبتدي له اوراق، ما تجيش تقعد معانا. انا لا انت رحت للاستاذ محمود ولا الكلام انت ده. قصاد انا كنت مشاهدينك عايز اعرف الضبط واحضار يطلع باسمه عشان انتوا مش ملمين بالموضوع، ولا يطلع باسم مين؟ اوجه له اتهام ولا لا؟ مش ملمين، حضرتك اللي مهم. تمام؟ بقول وحضرتك لك مش ملمين، بقول لك ملمين. مش ملمين، مش مهمين. اسمعني يا ماشي. استاذ والنبي عشان انت مش مركز معايا. بقول لك والله مش ملمين. بص ماشي. مش ملمين يعني ما عندكوش درايه بالمشكله، مش مش عايز مهمين. اسمع الموضوع اللي تاني. بيسال اسمعني يا باشا، اللي بيسال براجل ما بيبقاش راجل. ما ينفعش تبقى انت قاعد في بيتي واقول لك مش مهمين. استاذ ركز في اكرم، الكلام. لا فوق دماغنا يا استاذ اكرم. انا بقول لحضرتك ان حضرتك مجبر قصاد لا مشاهدينك لا اللي لا 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 بيساعدوك لا 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 يا اللي باشا، ما حدش يقول لي مجبر. تيجي، لا يا لان باشا، حضرتك اتهمت واحد واهل المنطقه كلهم موجودين. فانت حضرتك اساس ومتاكد انا ما حدش يقول لي مجبر يا باشا. ان حضرتك انا تيجي لا 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 مجبر، يبقى واقف انا ما معانا اجيش. انا اعرف اجيبه بقى بطريقتي، مفيش حاجه اسمها مجبر دي خالص. لا مجبر لان هو متهم واحد. مجبر يا لان باشا ده ده في انا الصبح المنطقه هطلع له عندنا، ضبط واحضار. وحضرتك بتقول له منطقه مين شعبيه ده؟ زيك مين زينا. ده اصلا؟ فهمني يا استاذنا. طيب. استاذنا مين ده اللي انت بتدور عليه بره، 4 انت شهور؟ دلوقتي اللي بيثبت براءته الراجل ده هو استعمل كارنيه، انا هو استعمل حضرتك كارنيه الراجل ده. حضرتك بتقول 4 شهور بتدور عليه، فانت عارف هو مين. دي ماليش دعوه بيها. انا الفكره دلوقتي ان الراجل زي بقول ده لك لسه موجود في المنطقة. مطلعين الكارنيه هم مع بعضيهم، ما كانش استاذنا بيقول عنوانه، ما خلاص كانش انت بيقول تمام. مكانه. سيبك من الكذب اللي بيقوله ده. سياده المستشار استاذ اكرم، حضرتك ملزم ان انت تيجي تقعد معانا قاعده. بص برضه تفتح تاني ملزم. يا عم انا ما حدش والنبي بيقول لي ملزم دي عشان بتعصبني ولا مجبر. طيب يا بص يا عم استاذ بالله أكرم. عليك. معلش خلاص. بص دلوقتي يا استاذ اكرم انا عايزك تهدى بس كده ثواني بس بعد اذنك اتكلم بس. يا استاذ اكرم انا دلوقتي حضرتك قلت لي ان الشخص ده فيه وفيه وفيه. تمام؟ انا بناء عليه انا اتحركت. يعني انا خلي بالك، يعني انا جيت تاني
من القاهره على العصافره، يعني انا ما يا دوب بس كده ايه، طلعت البيت قلعت البدله وجيت. تمام. فانا دلوقتي بستاذنك، انت كان في ما بيننا ميعاد ان احنا هنتقابلوا بكره كده كده. تمام، ده بعيدا عن اي حاجه. تمام معايا استاذ اكرم؟ معايا؟ سامعك بس بكلم ابني معاك. طيب انا دلوقتي هستاذنك نقعد مع بعض بعيدا عن اي حاجه، نقعد انا وانت عند المحكمه، في النقابه، في الاستراحه، في اي مكان، نقعد ونفهم الموضوع بالمستندات. حضرتك عايز تيجي في هنا في وسط الناس المحترمه ديت تشوف الوضع زي ما هو، زي ما انا شايفه دلوقتي كده، اهلا وسهلا. مش عايز يبقى كده، انت عارف انا من الاول لا ناقه لي ولا جمل في كل اللي بيتقال ده. وانا بالنسبه لي الموضوع ده يعني انا بعيد عنه تماما، ماليش دعوه بيه. بص يا باشا، بص يا تمام. باشا، ان انت بعيد في بقى عنه دي حاجه انا متاكد منها. نصب، مواضيع الكلام ده كله. الشغله دي ده بياخد فلوس من هنا أنا- وده بياخد فلوس من هنا، احنا مالنا؟ انا عملت كل ده عشان ااكد لك ان ده انا اقدر اجيبه اهو. وقلت لك هو الاربع شهور انا مش هنام غير لما اوصل للشخص ده، وحصل. تمام. بس انت انا عايز اشوف حضرتك لما جيت قابلتني فين حضرتك؟ جيت صحتني من النوم. تمام. طب طيب، الحرامي والنصاب والمطارد واللي عليه احكام ما بيقولش عنوانه زي الاستاذ الفاضل ده. انما حضرتك انا الوحيد على التواصل الاجتماعي اللي بياناتي بكرنيهاتي ببطايقي بعناويني معروضه. بعد اذنك ما تغلطش في حد اول حاجه، لان حضرتك بقول لك تعالى واجهه. اول حاجه احنا جايبينه من البيت، قاعد في المنطقه بيطلع وبياكل بقول لك وبيشرب. ايه بايه؟ بقول لك ايه؟ ما تغلطش في حد مين؟ ده احمد شيطان ده عندك وما ردناش عليه احتراما ليكم. ده الراجل سبلنا الدين. تقول لي ما تغلطش في حد؟ ما تعصبش نفسك، بتعصب نفسك انت ليه؟ الراجل سبلنا الدين وهو عندك. طب ما انت تعصب نفسك، ما بينكم كلام كتير جت على دي يعني، احنا اسفين لك، بس هي الفكره بس انت كلها. بتقول لي ما نغلطش. بدل انا ده لو عندي وبكي بيكلمك وبيسب الدين لواحد انا كنت حطيت له المطوه في زوره. لا احنا مش سيح، احنا مش سيح، الكلام ده سيح. لا انت احنا عشان تشتم حد. هو ياخد بقول بالجد. لحضرتك ايه؟ احنا كلامنا على الخاص، كلامنا على الخاص. عايز تقول حاجه يا محمود؟ كده بس الحاج حماده عايز يكلمك. الحاج حماده محترم.